تابع وياكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس المسيرة الكرنفالية الحاشدة التي انطلقت عند شاطئ الممزر بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي. والتقى سموه بأبنائه وبناته من تلاميذ المدارس في الدولة والذين احتشدوا منذ الصباح الباكر رافعين أعلام الإمارات. تقدمت المسيرة فرقة خيالة الشرطة و12 ألف طالب وطالبة هتفوا بالحب والوفاء للقائد الملهم المعطاء معاهدين الله والقيادة الرشيدة أن يكونوا مخلصين للوطن وقيادته ودستوره. كما حضر سموه الأمسية الشعرية التي أحياها 3 من فرسان الشعر النبطي والحديث. افتتح الشاعر الإماراتي علي بن سالم الكعبي بقصيدة تغنت بإنجازات فارس شاعر جعل من بلده نجما يسطع في عالم الحضارة والاقتصاد والمال. يا حي من روح القصيد ببابه ترفل بطيب ثيابه وتحيابه والثاب للعليا وهذا محمد ودبي مثله للعلا والثابه سيف الرجال ودرعهم والرامي اللي حصون المري له ترمابه عرش المراي اللي نصاه محمد يحتله من أبوابه المحرابه. وكان للشاعر البحريني عبد الرحمن رفيع وقفة شعرية حديثة أباح فيها بحبه وإعجابه بإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والذي أحال الصحراء إلى جنات خضراء وتوجها أخيرا ببرج دبي. نعمة أعطاكها رب حماك هي منه لك من دون العموم كل من قد عاش في ظل سماك آخر المشوار يحظى بالغنوم. أيها القائد سر أن بداك لا تبالي بالعوادي والكلوم. واختتم الشاعر إبراهيم بوملحة الأمسية التي تجلت في قصيدة وجدانية عبرت عن عرفانه للحاكم والصديق الحميم كما قال في آخر قصيدته: بمضاء فكر ثاقب وعزيمة أدركت شأنا للعلا مستجمعة فبك انتضينا موقفا ومطالبا لنرد حقا كان يوما ضائعا وبك انتشى الناس الأبات وفاخروا لما رأوا فيك الشهامة مفزعا. وضمن الاحتفاليات الشعبية احتفل مركز الإمارات للغوص بطريقته الخاصة حيث أنزل صورة لصاحب السمو في عمق مياه الخليج العربي تزن 250 كيلوغراما على متن قارب كبير عبروا فيها عن وفائهم لقائد فذ لم يبخل يوما بعطاءاته الإنسانية لشعبه ولأمته.